الحقيقة مش عارف أبدأ معاكم منين. أبدأ معاكم من صفقة النادي الأهلي اللي كل جمهور الأهلي كان منتظرها، ولا من رحيل نجم النادي الأهلي اللي كان في وقت من الأوقات الأهلي بيعتمد عليه بشكل أساسي، وخصوصا كمان هيرحل بشكل مجاني. تعال بس نروح للكذبة الكبيرة. نادي الزمالك بيستخف بعقول جمهوره بفرع أسيوط. إيه حكاية فرع أسيوط؟ هنعرف كل التفاصيل، بس تابع معايا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو وتكتب لي كومنت تقول لي في ايه رأيك في صفقة الأهلي، واللي بيعمله نادي الزمالك ده صح ولا غلط. تعال نروح لأول خبر معانا النهاردة. هو نجم نادي البنك الأهلي أو مدافع النادي البنك الأهلي عمرو الجزار. عمرو الجزار هي اولى صفقات النادي الاهلي. في البدايه كده الاهلي تقدروا تقولوا ما جابش لاعب دولي، ما حسمش صفقه لاعب وسط دفاع قوي. يعني ما جاب لناش وائل جمعه ولا جاب لنا محمد عبد المنعم. مش بقلل من عمرو الجزار، لكن مش هو اللي هنقدر نعتمد عليه. يعني حسام حسن من بين 48 لاعب في المنتخب ما ياخدش عمرو الجزار والنادي الاهلي يحسم صفقته النهارده بشكل رسمي. لكن الحاجه المهمه جدا واللي حابب اوضحها ان النادي الاهلي في المركز ده انت عندك ياسر ابراهيم وعندك كذا، يعني كم واحد في المركز ده. فالمركز ده مضغوط عندك. احنا كنا محتاجين قلب دفاع يكون قوي، يعني حد يكون ليه اسم واشاده، علشان عندنا الدفاع متلخبط. فاعتقد ان ياسر محتاج تفكر في الجمله دي شويه. طيب نروح بقى لرحيل نجم النادي الاهلي قبل ما نروح لخبر فرع اسيوط وكتبه نادي الزمالك الجديده. النهارده للاسف صاحب القضيه ممكن هيرحل عن الاهلي. مش عارف انتوا هتوافقوا على حاجه زي دي، ولا هتبقوا يعني جمهورنا الاهلي هيبقى معترض على رحيل محمد مجدي قفشه. خصوصا ان اللاعب ما اعترضش على رحيله ووافق انه يرحل، لانه شايف انه مش واخد فرصته في النادي الاهلي، وشايف ان مركزه احتلوه بشكل كبير. فشايف ان انا افضل ليا ان اكون خارج النادي الاهلي، خصوصا ان نادي الاتحاد السكندري هيضم محمد مجدي قفشه بشكل مجاني. بس مش بيع نهائي، لكن اعاره 6 شهور. وكمان قفشه طلب او عرض على النادي الاهلي قبل ما يرحل عن الاهلي يجدد عقده معاهم، وارحل للاعاره كمان لاتحاد السكندري. ما عنديش اي مشكله، لكن لو ما جددتش انا مش موافق على الرحيل للاتحاد السكندري. ففي برضو يعني بيحط الاهلي في نقطه لازم تاخد موقف. يعني انا بيتهيالي خلاص عندك قفشه انت مش عايزه وحاسس ان خدماته انتهت او لحد كده هو خلص، شكرا. لكن حاولوا انه يعني احنا ممكن نحتاجه، يعني لقدام ممكن نحتاج خدمات مجدي قفشه. واللي شايف غير كده يقول لي يعني ايه رايك في الصفقتين دول. واحد هيمشي قفشه وهيجيبوا لنا عمرو الجزار، ما اعتقدش انه قوي يعني او كده. تعالى بس نروح للكذبه الكبيره ونسميها كذبه ابريل. نادي الزمالك بيستخف بعقول جمهوره. في فرع جديد في نادي الزمالك هيتفتح في اسيوط، الا واني نتفاجئ بان احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك قال ان الزمالك مفيش الكلام ده مش صحيح، وان الزمالك باع العلامه التجاريه بتاعته. يعني ايه؟ بطريقه الفرانشيز. الزمالك باع العلامه التجاريه الفرانشيز اسمه على مشروع، يعني حط اسمه على مشروع، ولحد دلوقتي المشروع ما اتعملش فيه اي خطوه. والموضوع طلع في شنك، وطلع عضو مجلس اداره نادي الزمالك قالها علنا ان موضوع فرع نادي اسيوط او فرع الزمالك في اسيوط كده وتضليل. وواضح جدا جدا ان الزمالك عايز يفهم جمهوره حاجه وهو عايش في واقع تاني خالص. ده اللي يخلي مشاكل نادي الزمالك ما تخلص. معتمد جمال انت لسه ماسك نادي الزمالك جديد، فيعني ما اعتقدش ان شويه اللخبطه اللي عاملهم لك الزمالك في الفتره دي هتقدر تكمل بيهم. اتمنى من اداره نادي الزمالك ارموا الورق واكشفوا الورق بتاعكم للدنيا كلها عشان حتى تلاقي حل. انت ليك سنين بتداري على خيبتك وبتداري على الجرايم ومش عايز تكشف اي حاجه، وبالتالي المشاكل بتزيد الى ان ينتهي الزمالك. انت بتعمل كده لحد امتى؟ فاحنا عايزين حل رادع. اداره نادي الزمالك يا اما تقدموا استقالتكم يا اما تكشفوا ورقكم للكل. طيب، نصف نهائي كاس افريقيا يستقبل اول فريقين، السنغال والمغرب. بصراحه من وجهه نظري منتخب مصر لو فاز على كوت ديفوار فاحنا هنروح للسنغال مرتاحين وهنفوز كمان، لان السنغال النهارده كان مطمن بعد طرد واحد من لاعيبه مالي وهو فاز 1-0،
والمغرب فاز 2-0 بعد طرد واحد من لعيبه مالي. الزياده العدديه لمنتخب السنغال ابتدى يسحب من اللعيبه الاساسيين، ابتدى يلعب باريحيه، هو فاز 1-0 وبيلعب زياده عدديه، فكان بيلعب بكل اريحيه. وعلى ما اعتقد لو لاعب منتخب مصر هيبقى الوضع مختلف. لكن الحاجه اللي تخنق ان حسام حسن حط تشكيله منتخب مصر مختلفه خالص. نزل تشكيله منتخب مصر بيلعب بالطريقه الدفاعيه، ودي بتدي اللعيبه عدم ثقه، لان اللاعب شايف ان المدرب خايف فبينزلنا دفاع. من وجهة نظري حسام حسن لو لعبت دفاع احنا هنخسر، وانت هتدافع لحد امتى؟ انت مش عايز تطلع تعادل. المباراة دي يا غالب يا مغلوب، ما فيهاش النص، يا ابيض يا اسود، ما فيهاش رمادي. اتمنى من حسام حسن انك تصحح اوضاعك في الفترة اللي جاية، علشان اللي جاي قوي جدا ومش سهل. اتمنى من جمهور منتخب مصر اقفوا في ظهر فريقكم وادعموه. منتخبنا محتاج وقفة رجالة. اتمنى انكم تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة وتقولوا لي ايه رأيكم في الكلام اللي انا قلته عن عمرو الجزار وقفشه، وعن موضوع نادي الزمالك وفرع اسيوط. وايه رايك حسام حسن هيعدي بينا في منتخب مصر ولا هنتعرقل في كوديفار؟ وما تنساش تعمل لايك، والى اللقاء في فيديو اخر.